لاحظوا بأن هذا الموضوع موضوع السيرة الذاتية يمكن يعني عرضه بطريقة منهجية أخرى، وهو من منظور المثلث النقدي. إن شئتم الثالوث النقدي الذي يرتبط بالمؤلف والنص القارئ. يمكن مدارسة يعني بمعنى أننا من ناحية المنهجية يمكن عرض السيرة الذاتية بمنظور آخر خلاف اللي ما عرضها جورج مان، أي نستطيع أن نستفيد من هذه الدراسة التي قدمها جورج مان ونقول بأن في الدراسات النقدية هناك دراسات ركزت كثيرا على المؤلف، وتحت هذا العنصر ظهرت عدة مناهج. من أبرز هذه المناهج المنهج التاريخي. سألتكم وقلت ما علاقة المنهج التاريخي بدراسة المؤلف؟ ما علاقة المنهج النقدي بموضوع المؤلف؟ هل عندما نؤرخ يعني ندرس دراسة تاريخية نتناول المؤلف؟ نعم. تفضل. نتناول الخلفية التاريخية التي أتى منها المؤلف. نعم، هذه تدخل ربما في بين قوسين في الحياة الاجتماعية. أنا لاحظوا سنرى تداخل بين المناهج. يعني نحتاج لدراسة المؤلف لمثل مصداقية المكتوب وقربة مما كتب وقربة ممن نقل عنه. إذا لاحظتوا هناك طريقة في تاريخ الأدب. أنتم عندما وزلنا ندرس تاريخ الأدب بناء على ماذا؟ على عصور أدبية، على تقسيم زمني. عصر ما قبل الإسلام، عصر الجاهلي، عصر الإسلامي صدر الإسلام، أموي، العباسي بشقيه، الأندلسي، المملوكي إلى آخره. إذن هذا تقسيمات تاريخية يعني بناء على القاعدة الزمنية. هناك أيضا تقسيم آخر، يعني معنى عندما أدرس مثلا العصر العباسي ماذا أدرس؟ الشعراء، يعني أذكر 1 2 3 كل الشعراء. أدرس الخطباء، أدرس من كتبوا المقامة، أدرس من كتبوا الرسائل. أي بمعنى أن التاريخ للأدب هو تاريخ من جهة عرض المؤلفين، لأن المؤلف هو الذي صنع التاريخ الأدب. يعني نحن عندما نقرأ الأدب العباسي أو الشعر العباسي نقرأ أبا نواس، نقرأ بشار بن برد، نقرأ المتنبي، نقرأ البحتري، إذن هؤلاء. إذن لهذا جاء المنهج يهتم بالمؤلف. عندنا أيضا المنهج النفسي. يعني الآن عندما نرى ظواهر أدبية ونبقى مثلا في الشأن العباسي، لماذا مثلا نجد أبا نواس ركز على موضوع الخمر؟ يعني لماذا صار على المقدمة الضربية واهتم كثيرا بموضوع الخمر؟ لماذا نلاحظ بأن ابن الرومي مال إلى النزعة التشاؤمية؟
لماذا المتنبي عنده اعتداد كبير بذاته بالأنا؟ إذا تجد بأن هذه الظواهر تدرس من جانب النفس. المدرسة النفسية تبدأ عندنا عدة مدارس نفسية. عندنا المدرسة الاستيطانية يعني التي تدرس الجانب الباطني في الإنسان. ثم عندنا المدارس التجريبية، ثم المدرسة البنوية. هنا نلاحظوا يعني أهم الدراسات هي دراسة فرويد ويونغ وأدلر. الفحوى أو النقطة المركزية التي اهتمت بها المدرسة النفسية هي اكتشاف منبع للحياة العقلية، لأن نحن كنا في السابق ندرك بأن لا حياة خارج الوعي والشعور، بمعنى أننا ندرك بأن ما يحرك حياتنا النفسية هو ماذا؟ هو شعورنا ووعينا، أي كل الأفعال والسلوك الذي نقوم به نابع من وعي ومن شعور. لكن عندما جاءت دراسة فرويد قلبت هذه القاعدة واكتشفت منطقة أخرى هي تعد من المفاهيم الكبرى للحداثة في العصر الحديث. يعني لاحظوا من أكبر المفاهيم هي الوجود. عند الوجودية قبل الوجود هي الأنا، يعني أنا أفكر إذا أنا موجود، يعني الذات المفكرة. وهذه هي التي سيفرع عليها المدرسة النفسية، لأن الذات المفكرة ما هي؟ الذات العاقلة، الذات الواعية التي تفكر. أنا أفكر أي بمعنى أن كل أفعالي وسلوكي نابع من ماذا؟ من تفكير واعي. ثم جاءت الوجود، يعني هذا قلب لفكرة الكوجيتو الديكارتي الأنا المفكرة، وهي أن سأل الوجوديون ديكارت، يعني مساءلة فكرية ليس مساءلة شخصية. قالوا له قبل أن تفكر أين كنت؟ لماذا؟ لأن مقولة ديكارت ماذا؟ سبقت الفكر على الوجود.